يا مساء الجمال والدلع. النهارده هنعمل كيكة من احلى الكيكات، متأكدة ان انتوا لما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها. هنعمل النهارده كيكة اليانسون، كيكة طعمها لذيذ جدا، ما بتاخدش وقت خالص. هنعملها مع بعض في الخلاط، سهلة وسريعة مع كوباية شاي كده نقعد نروق بقى على نفسنا. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتها. اول حاجة هنبدأ بيها وهي اليانسون. هنجيب كوباية وهننزل فيها بمعلقة كبيرة من اليانسون، وهننزل عليها بنص كوباية من المية المغلية. هنديهم تقليبة كده وهنسيبها على جنب لحد ما اليانسون وينزل نكهة. هنجيب الخلاط وهننزل ب3 بيضات، وطبعا كل المكونات بتاعتنا في درجة حرارة الغرفة. بعد كده هننزل بكيس فانيليا، معلقة كبيرة من الخل، ونص كوباية من الزيت او الزبدة، وممكن نعمل ميكس بين الاتنين. نضربهم في الخلاط لحد ما الخليط يبقى فاتح والبيض بتاعنا يعمل فوم شوية. بعد كده هننزل بنص كوباية من السكر وهنضربها تاني في الخلاط لحد ما تدوب خالص. بعد كده هنروح للمكونات الجافة وهننزل بكوبايتين من الدقيق وهننخلهم كويس. بعد كده هننزل بكيس من الكيك شيف وهننخله برضو. بعد كده هننزل بمعلقة من اليانسون وهنديله بقى تقليبة مع المكونات لحد ما كلهم يمتزجوا مع بعض كده. ومعلقة اليانسون دي هتدي نكهة حلوة قوي للكيك. بعد كده هنرجع بقى للمواد السائلة وهننزل بيها على المواد الجافة وهنقلب كويس. مجرد ما المكونات كلها تدوب مع بعض خلاص هنوقف بقى تقليب، مش هقلب كتير عشان الكيكة تبقى هشة معانا. بعد كده هنرجع بقى لليانسون اللي كنا سايبينه على جنب وهننزل بيه على المكونات بتاعتنا. حتى لو اليانسون بتاعك لسه سخن مفيش مشكلة، هيدي هشاشة حلوة للكيك، ما تقلقيش خالص. صفي بقى اليانسون عشان طبعا حبيبات اليانسون دي خلاص طريت ومش تبقى حلوة لو نزلناها في الكيك. هنفضل بقى نقلب لحد ما اليانسون يختلط مع المواد بتاعتنا. وبعد كده هننزل بنص كوباية من الحليب. لو حابين ان انتوا ما تحطوش حليب في الكيك ممكن تبدلوها بمعلقتين كبار من اليانسون وتنزلوا بكوباية من المية المغلية مش نص كوباية. جبت بقى الاسباتيولا كده وبدأت اقلب من تحت عشان لو في اي تكتلات من تحت او اي بقايا دي لازقة كده في الطبق من تحت تدوب معايا. بعد كده هجيب الصينية اللي انا هعمل فيها الكيك وهدهنها اي مادة دهنية، وبعد كده هنزل بخليط الكيك. وطبعا زي ما احنا متعودين الفرن بتاعنا من اول ما بدأنا نشتغل واحنا مشغلينه على درجة حرارة 180، وهندخل الصينية بتاعتنا ومش هنفتح على صينية الكيك قبل نص ساعة عشان ما تهبط. يعني تقريبا بعد 40 دقيقة بالظبط هتلاقوها استوت. هنختبرها من منتصف الكيك بخل السنان، ولو الخلة طلعت نضيفة تبقى هي كده تمام. سهلة جدا وبسيطة، هشة ولذيذة وطعمها حلو قوي، وكمان كلها فوائد. لو حابين نعملها لولادنا جربوها وقولولي رأيكم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.